خطوتك الأولى تجاه النجاح. في مليون شخص اتكلموا عن النجاح من الشرق والغرب، وكل واحد بيقولك تعمل حاجة. اللي يقولك لازم تنظم وقتك، واللي يقولك لازم تصحى بدري، واللي يقولك لازم تلعب رياضة، واللي يقولك لازم تقرأ جزء من كتاب كل يوم، وحاجات كتير بقى ملهاش آخر. كلها حاجات ممتازة وبتساعد فعلا في تحقيق النجاح، ولكن الحاجات دي كلها ملهاش قيمة لو في شيء واحد بس غايب، وهو مفتاح النجاح الحقيقي. الشيء ده هو الشكر والامتنان للنعم والحاجات الإيجابية اللي موجودة في حياتك في اللحظة، في الوقت الحالي، في الحاضر. الشكر والامتنان ده هو اللي في الحقيقة بيديك طاقة تساعدك انك تعمل اي حاجة انت نفسك فيها. لو انت شخص مش راضي عن وضعك الحالي وحاسس بالسخط تجاه حياتك، لا يمكن يكون عندك طاقة تسمح لك انك تلعب رياضة او تنظم وقتك او تقرأ كتاب كل يوم او تصحى بدري او تروح الشغل وانت مبسوط او تعمل اي حاجة ناجحة او تعمل اي حاجة مفيدة. طول ما انت ما عندكش طاقة، اللي هيشحنك بالطاقة فعلا هو الشكر والامتنان وتقدير النعم اللي عندك في الوقت الحالي. نعمة الصحة، نعمة الأهل، نعمة السلام، نعمة البيت، نعمة المال. أي حاجة إيجابية عندك أشكر ربنا عليها. ووعد مضمون 100%، لما تعمل ده بشكل يومي هتلاقي نفسك عندك طاقة تحقق أي حاجة بتفكر فيها، والنجاحات هتبدأ تنهال عليك من غير حساب. وده وعد مضمون، مش مني أنا، مش أنا اللي بقول كده، ربنا اللي بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم.